دايما قبل ما اوصل لغرضي بخطوه. الدنيا بتتغير. يوم ما وصلت لقلب انها مات كان عليا ان ابعد، ويوم ما وصلت لرضا الملك عشان ابقى وزير واحقق حلمي حصل انقلاب، وبعد كده سموها ثورة 52. خير في ايه؟ معانا امر بالتحفظ على بشري باشا. طب استأذنك ابلغه بنفسي؟ اتفضل. جايين ياخدوني مش كده؟ مظبوط يا فندم. انا جاهز. متزعلش. الدنيا صغيرة قوي يا بشر. الدنيا اللي صغرت لما بقت في ايديكم. الدنيا طول عمرها في ايد اللي يستحقها. لكل مجتهد نصيب. البلد رجعت لاصحابها اللي ضحوا بدمهم عشانها بجد، مش عشان مصلحتهم. تسمع مني نصيحة؟ طبعا اسمعها. انا امي الله يرحمها كانت بتقول لي يا ابني اسمع النصيحة ولو من اللي تحت السكين ذبيحة. بص يا انور افندي، كل الناس في الدنيا دي فاكره انها بتعمل اللي عليها وانها صح. ما بالك اللي قاعد على الكرسي؟ الكرسي ده سحره غريب عجيب فوق ما تتخيل. يؤمر وينهي ويحط قوانين، ما تعرفش مين اللي بيحكم، انت ولا الكرسي. انت حر طول ما انت بعيد عنه، انما قعدت على الكرسي حذاري، لانه اول حاجه هيحاول يخليك تصدقها انك قاعد على طول. شكرا على النصيحة. انا على العموم راجل فلاح وعمري ما نسيت الجمايل، وانت مغرقني بجمايلك. رميتني في السجن وبهدلتني وعذبتني كمان، بس برضك كان ليك اخ اكل معايا عيش وملح وحمام. انا هجيب لك جواب عفو من مجلس قيادة الثورة، وهعمل بأصلي وهخرجك من هنا. نورت الزنزانة 28 سين يا بشر بيه. متشكر. متشكر يا انور افندي. وخرجت